عطل اللمبة الخضراء في التوشيبا ال 32 بوصة. عطل مشهور طبعا وكلنا عارفين. هنشوف كده احد الاسباب بتاعته لان ليه اكتر من سبب. تابع معايا. رجعت لكم تاني. السبب المرة دي هو مش نفس السبب ولكن نفس المسبب. تعالى كده نقيس جهودنا. عندي هنا ال5 وهنا 3 و3، هنا 3 و3، هنا ال1 1 او ال1 و2، هنا المفروض ال1 و8. بص الكلام، 1 و6 ومش مستقر. يعني مش دايما بلاقي هنا 2.5 او 3 و3 على المنظم الادجاست دوت. لا، انا ممكن الاقي جهد غير مستقر. بيكون احد الاسباب. هو دايما المتهم الاول والرئيسي الاي سي 3.7 الادجاست، اللي هو بتبقى تغذيته 5 والخارج بتاعه المفروض 1 و8. بس زي ما انت شايف مفيش استقرار، فبالتالي مديني لمبة خضراء وبالتالي الشاشة مش فاتحة. هنا حرارة المعالج تعتبر طبيعية، بس هي زيادة سنة برضو لأن عدم الاستقرار دوت، يعني إنما مش بنفس السخونة لما يكون هنا ال2.5 أو ال3 و3. تمام. هفصل الأول. أنا كده فصلت، فبالتالي ما بقاش عندي فيه أي جهود خلاص عشان نعرف نتكلم. المنظم الجهد دوت مشهور 3.7 اللي هو الادجاست. ليه ادجاست؟ لان في مقاومات فيدباك بين الرجل اللي على الشمال خالص وبين رجل الخارج عشان تنظم لي الخارج بتاع المنظم يبقى 1 و8 بالظبط. طب لو انا في الورشة بتاعتي او في المحل بتاعي ما عنديش الادجاست، ممكن اركب ال3.8 العادي. بس في الحالة ديت هنقول لك هنرفع ار كام ونقفل ار كام. لا يا عم، سيب كل حاجة زي ما هي، علشان لو بعد كده انت او غيرك حصل نفس العطل وجات لك الشاشة او راحت له الشاشة، ينزل الادجاست ويريح دماغه. ارفع لي الرجل بتاعت الادجاست ديت فوق، اللي هي في ال3.8 العادي، ال1 و8 هتبقى هي دي الارضي. ارفعها لفوق والحمها هنا، اديها ارضي من هنا او من اي مكثف. لو ما عندكش حتى ال3.7 اللي هو ال1 و8، ممكن اجيب 2 دايود من اللي هم ال4007 اللي على التوالي، اللي هم بيستخدموا في أنطرة التوحيد. اخدهم من ال3 و3 لهنا، هيدوني ال1 و8 ومستقرة وما بيعملوش مشاكل عشان محدش يعلق ويقول لي اصل وفصل. لو عندك حاجة بقى اشيك وتبقى اجمل من الدايودات، الستيب داون هنظبطها على 1 و8 ونركبها مكانه. انما احنا عندنا الادجاست متوفر وال3.7 العادي اللي مش ادجاست متوفر، والدنيا كلها متوفرة فمش محتاجة يعني. بس احنا بنقول كل الحلول عشان اخواتنا المبتدئين يبقى عنده كل الحلول. فيا سيدي الفاضل يلا بينا. انا هرفع معاك منظم الجهد دوت وانزل منظم جهد ادجاست تاني مكانه، ونشوف المشكلة هتتحل بإذن الله على خير. طبعا الفلكس الجميل بتاعنا، كل ما يبقى الفلكس بتاعنا جيد كل ما يبقى شغلنا احلى. درجة حرارة مناسبة، ونبدأ نحل المنظم الجهد بتاعنا. موضوع طبعا متكرر ومتعاد ومش محتاج كتر كلام. بس الفكرة من الفيديو ان كان حد من الجماعة المتابعين الاخوة بتوعنا كان قال لي هل في حلول تانية لو ما عنديش الادجاست؟ طبعا، فاديني وضحت لك اهو.
كل الحلول. جبت واحد تاني 3 وحيد 7 ادجاست، لان الاخ الكريم اللي كان تواصل معايا كان في قرية وكان معاه الموضوع دوت مشكلة، ف حليناها مع بعض والحمد لله. تمام زي الفل. هنستنى ثواني تبرد وننضف ونجرب. هنسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. ونشوف ال1.8 بقت مستقرة ولا لأ. طبعا الشاشة فتحت معايا باك لايت لو واخدين بالنا، وال1.8 بقت مستقرة تمام. هحط عليها صورة واجربها وقت مناسب وارجع لكم كالعادة. لو في حاجة هنعملها مع بعض، مفيش حاجة يبقى هنقفل الفيديو. تابع معايا. زي الفل تمام، ما عنديش اي مشكلة في اي حاجة. الشاشة ما شاء الله عليها. اتمنى تكون المعلومة وصلت، وما تنسوناش من دعوة بظهر الغيب. شرفتوني.